السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم كيف كتشوفوا معايا جبت لكم واحد الطورطه ديال ناس الدراوج، اقتصاديه بسيطه وسهله ولذيذه. تقدميها في الاعياد، عيد الميلاد اولا في شي مناسبه خاصه عندك. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. سهله، مكونات بسيطه بزاف واقتصاديه. ندوزو المقادير اللي غادي نستعملو في الطورطه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا البنات، غادي نديرو واحد الجينواز اللي سهله بزاف، ناجحه 100%. عندي 5 ديال البيضات صغار، تقدروا ديروا 4 الا كان عندكم بيض من حجم كبير. عندي 180 غرام ديال الدقيق، 180 غرام ديال السكر سنيده، 14 غرام ديال بودره الكاكاو، قريصه الملحه. عندي واحد الساشيه ديال خميره الحلوى 8 غرام، وواحد الساشيه ديال الفاني. اول حاجه البنات، غادي ناخد داك الدقيق مع بودره ديال الكاكاو مع ديك الخميره. عندي ساشيه وحده 8 غرام، غادي نديرهم مع الطحين وغادي نحركهم حتى غادي يندمجوا ليا. وغادي ندوز باش نخدم البيض اللي غادي نطلع به الجينواز ديالي. يسمحوا لي على التصوير، كنت مبعده شويه ما بانش. هنايا درت بودره الكاكاو مع الخميره ديال الحلوى، غادي ندوزهم في الصفايه مع داك الدقيق. صافي، وغادي ندوز باش نطلع البيض اللي غادي نطلع به الجينواز. كيف كتشوفوا البنات، انا غربلت داك الكاكاو مع ديك الخميره، زدتهم على الدقيق، غادي نحركهم حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. يعني غتسمحوا لي البنات انني طولت عليكم شويه الفيديو، ولكن حاولت انني نمشي معكم مرحله بمرحله، واخا راني شي حوايج تقطعوا ليا في التصوير. صافي، هنا كيف كتشوفوا انا حركت الدقيق ديالي مع بودره الكاكاو وخميره الحلوى. هنا البنات غادي ناخذ البيض، عندي 5 ديال البيضات حجم صغير، الا عندكم بيض كبير كديروا غير 4. كيف كتشوفوا. بالنسبه للبيضه البنات ضروري انه يخرج واحد المده من الثلاجه، يعني يكون في درجه الحراره ديال المطبخ، يعني هكا باش كيطلع لنا البيض ديالنا مزيان. نتوما كيف كتشوفوا معايا، غادي نزيد عليهم ساشيه ديال الفاني اولا فانيلا سائله الا متواجده عندكم. في هنا غادي ناخذ الميكسور. ضروري البنات الميكسور خص يكون يعني كتكون الدرجه ديالو كتكون عاليه باش البيض ديالي كيطلع دغيا. يعني الا عندكم حتى ديك العجانه تقدروا تستعملوها. انا ما عنديش، غادي نستعمل غير الميكسور، ولكن عند فيه درجه عاليه كيطلع ليا البيض مزيان. نتوما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. غادي نزيد عليه الساشيه ديال الفاني وسكر سنيده. بالنسبه للسنيده البنات كتبداو تزيدوا شويه بشويه وانتم كتطلعوا في البيض.
صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نطلع البيض ديالي مزيان. هنا البنات من بعد ما طلعت البيض ديالي مع السكر سنيده وديك الفانيلا، هنايا درت واحد قريصه الملحه مع داك الدقيق وبودره الكاكاو وخميره ديال الحلوى. غادي نبدا نضيفو شويه بشويه على الخليط ديال البيض ديالي، يعني غادي نحاول انني نبدا نحرك الخليط بشويه باش داك البيض ما يهبطش ليا، يعني كنحاول انني نبدا من الاسفل للاعلى حتى كيندمج ليا الخليط ديالي مزيان بهذه الطريقه هذه. صافي غادي نضيف الكميه اللي بقات لي ديال الدقيق، يعني هاد الطريقه هذه ضروريه البنات باش البيض ما كيهبطش والجينواز كتطلع معنا ناجحه بهذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب المول فاش غادي نفرغ الخليط ديالي. كيف كتشوفوا البنات انا خديت هاد الشكل هذا ديال مربع، درت القياس ديال 25 سنتيم في العرض وفي الطول، يعني كيجيو متساويين. فرشت ليه بابي سيرفيليزي بحال بهذا الشكل هذا، يعني ورق الطبخ، ودخلتها للفران طيبتها على درجه حراره مهيله. هنا البنات ها هي من بعد ما خرجت ليا من الفران كنحاول انني نقطع دوك الجوانب بهذا الشكل هذا، يعني كتجي جينواز ناجحه البنات 100%. من بعد ما غادي نقطع الجوانب خليتها حتى بردات، غادي نقسمها من الداخل من الوسط، يعني غادي ناخذ جوج طبقات عاد غادي نقسمهم على جوج. يعني كتطلع لنا هاد الجينوازه البنات هائله، وحتى في التقطاع ديالها كتجي سهله خفيفه وناجحه 100%. كنحاول انني نقطع الجوانب باش كيتسهل ليا باش انني نقسم الكيكه ديالي على جوج. صافي هنا غادي نشد الكيكه وغادي نبدا نطراسيها بالموس باش غادي نقطعها بالخيط. غادي نطراسيها من الجناب كيف كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب الخيط باش نقطعها نقسمها من الداخل. سمحوا لي البنات تقطع لي التصوير على بالي راني كنصور. المهم انا قسمتها، يعني راه معروفه الطريقه ديال التقطاع ديال الكيكه بالخيط، مازال ان شاء الله غادي نعاودها معكم. صافي غادي نجيبها دابا وغادي نقسمها
باش غادي ندير 4 ديال الطبقات ديال الكيكه ديالي. غادي نحاول انني نقسمها على جوج وتجيب عبار واحد. كتشوفوا هكا كنظن انني درت عبار مقاد. صافي غادي نقسمها على جوج وغادي ندوز باش نطلع الكريمه ديالي اللي غنمونطي بها الكيكه ديالي. غادي ندير ليها بحال هذا الشكل هذا البنات، غادي تجيني طالعه والجينواز غادي تكون على 4. هنا البنات بالنسبه للكريمه انا غادي ندير كريمه شونتي، تقدروا ديروا اي كريمه كتبغيو. ممكن انكم ديروا كريمه سائله، انا درت هذه بودره ديال شونتي. عندي 2 كيسان ديال الحليب اللي تقريبا مثلجين باردين بزاف، وحتى ديك الكريمه كنت حطاها في كونجيلاتور خاص تكون بارده باش كتطلع ليا مزيان. نتوما كتشوفوا البنات الحليب اللي عندي فيه قطع ديال الحليب مثلج، يعني خاص تكون الحليب بارد باش كيطلع، وفي نفس الوقت كيطلع بواحد الكثافه، وخصوصا ان الميكسور خاص يكون بواحد السرعه اللي كبيره باش ديك الكريمه دغيا كتماسك وكيتضاعف الحجم ديالها. صافي كيف كتشوفوا معايا البنات غادي نبدا نطلع الكريمه ديالي بسهوله ودغيا، راه دغيا كتطلع البنات، ما كتحتاجش وقت بزاف، يعني عندنا الحليب بارد. يعني هاد الطورطه البنات اولا حلوه لا كريم كيف كنقولوا ليها جات رائعه. مذاق ولا حتى في الشكل، يعني كتجي لي شي حاجه اللي زوينه وعلى يديك. يعني من الافضل انك ديريها في الدار، ما كتقامش عليك غاليه، وفي نفس الوقت كتكوني ضامنه شنو كتاكلي نتي ووليداتك، لا من الجوده ديال النقاء، لا من الكاليتي ديال الكيكه ولا حتى الكريمه، يعني شي حاجه اللي كتكون مضمونه 100%. يعني هاد الكيكه كتقدميها لوليداتك في مناسبات، في اعياد الميلاد، تقدري تستعني بها. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، غادي تنال اعجابكم. انا غادي نستمر ان شاء الله هكا حتى غادي نطلع الكريمه ديالي مزيان. يعني كنزيد في السرعه ديال الميكسور باش الكريمه كتطلع ليا دغيا وكيتضاعف الحجم ديالها بسرعه. كيف كتشوفوا معايا البنات ها هي الكريمه ديالي من بعد ما طلعتها، يعني ما شاء الله طلعات بواحد الكثافه وكتجي ثقيله ورائعه بزاف. صافي البنات هنا دابا غادي ندوز باش نوطي الكيكه ديالي بهذا الشكل. انا غادي ندير الطبقه الاولى، غادي نجيب قهوه مع شويه ديال السكر، يعني قهوه سريعه الذوبان، درتها في كاس ديال الماء سخون مع شويه ديال السنيده. غادي نسقي بها الكيكه ديالي بهذا الشكل، وغادي نجيب الكريمه وغادي نبدا نمونطي الكيكه ديالي بطريقه سهله بسيطه. يعني ممكن اي وحده توجدها في دارها، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. صافي غادي ندير الطبقه ديال الكريمه بهذا الشكل هذا.
بالنسبه لبنات الكريمه واحد الحاجه، يعني تقدروا تضيفوا ليها حيت تكونوا كتطلعوها، تقدروا تضيفوا واحد ياغورت، دانيت ديال الفاني. الا ما كنتوش بغيتو ديروا مثلا كراميل اولا الشوكولات، يعني الا ضفتوا ليها دانيت ديال الفاني كيعطيها واحد الذوق رائع. اولا ديسير ديال الكراميل ديال دانيت، حتى هو كيعطي واحد الذوق اللي رائع بزاف. غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكيك ديالي صافي، وغنستمر بهذه الطريقه هذه. غادي نجيب القهوه، يعني كنحاول انا نسقي كل طبقه. كتمونطيها وكتديري ليها التزيين وتغطيها وتخليها في الثلاجه تبات واحد الليله باش كتبرد كتكون حسن فاش كتبات. يعني نتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه هذه، غادي تعجبكم ان شاء الله. يعني شي حاجه اللي في المتناول، ما فيها حتى شي مكونات اللي كثيره او لا مكلفه، وفي نفس الوقت طريقه التحضير ديالها سهله بزاف بسيطه. نتمنى انكم تجربوها، ما غاديش تندموا عليها. صافي غادي ندير الطبقه هذه الثانيه ديال الكريمه. ندير الطبقه الثالثه ديال الكيك بهذا الشكل. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه. هنا عاوتاني من بعد ما كملت مونطيت الكيكه ديالي بالكريمه مزيان ودخلتها شويه للثلاجه بما تماسكات ليا. هنا درت واحد البوش وعمرتها بالكريمه صافي، وغادي نبدا التزيين. يعني التزيين كيبقى اختياري، تقدري تزينيها باي طريقه بغيتي. صافي غادي نكمل التزيين ديال الطورطه ديالي. يعني تزيين بسيط بزاف، شي حاجه اللي مكلفه. هنا خديت شكلاط ذوبته ودرت عليه اللوز افيلي، درتو على شكل دوائر. تقدروا ديروه عشوائي وتقطعوه، كتحطوه بحال هكا بهذا الشكل طراف. انا درتهم دوائر ودرت عليهم لوز افيلي محمر.
هو باش زينت الجوانب ديال الكيكه ديالي. كيبقى التزيين اختياري. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه، وغادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي من بعد ما نكمل ليها التزيين. كيف كتشوفوا معايا البنات، هنا الكيكه ديالي من بعد ما كملت ليها التزيين، يعني درت كريمه شونتي، هنايا زدت ليها شويه ديال الكاكاو وخطوطه ديال الصلصه ديال الشوكولات. يعني كيبقى التزيين اختياري كيف قلت لكم. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. انا نقطع واحد الطرف نشوفوا كيفاش غتجي من الداخل. يعني كتجي هائله البنات، لا في المذاق ولا حتى في الشكل. يعني شي حاجه اللي زوينه. خفيفه بزاف، في المذاق كتجي رائعه. انا متاكده غادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم. هانتوما البنات تشوفوها كيفاش طلعت. يعني كتجي هائله، لا في المذاق ولا حتى في الشكل. نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. هانتوما كتشوفوا البنات كيف طلعت غزاله، وحتى في المذاق ما نقولكمش جات زوينه ولذيذه بزاف. نتمنى انها تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وتدعموني في القناه ديالي. مازال ان شاء الله المزيد من الوصفات اللي غادي تعجبكم. كيف العاده خليتكم على خير، تهلاو ليا في ريوسكم، والسلام عليكم.